عقد في أربيل مؤتمر السلام والاسترداد الذي نظمه مركز اتصالات السلام الدولي. شارك في المؤتمر 300 شخصية عراقية بين سياسية وأكاديمية وعشائرية. هؤلاء المجتمعين تناولوا إلى الشأن العراقي بشكل عام، لكن الهدف من عقد المؤتمر هو الإشارة إلى ما اعتبروه ضرورة التطبيع مع إسرائيل وإقامة علاقات جيدة مع هذه الدولة، إسوة بما سمي باتفاقيات إبراهيم، وإسوة بالدول العربية التي طبعت مع إسرائيل. وتلا وسام الحردان أحد المشاركين في هذا المؤتمر بيانا طالب فيه علانية إلى التطبيع مع إسرائيل. نحن أيضا نطالب بالتطبيع وبالسياسات الجديدة تقوم على العلاقات المدنية التي تارة تحتضن العراقيين اليهود وتارة أخرى تقوم بتحقير البلد الذي حضن الشعب اليهودي. كما لا نآمل له أن الدعوة إلى شراكة جديدة مع الجالية العراقية تبقى عقيمة طالما يستثنى العراق قلبها النابض في البلد الذي اختارته هذه الجالية وطنا لها. وقالت وزارة الداخلية في حكومة إقليم كردستان في بيان لها بأن لا علم لها بهذا المؤتمر ولم يشارك أي طرف كردي فيه. وجاء في البيان أيضا بأن الوزارة ستقوم بالبحث عن هذا الموضوع واتخاذ الإجراءات اللازمة بالجهات التي كانت تقف وراء عقد هذا المؤتمر في أربيل. استياء كبير ورفض واسع تسبب به هذا المؤتمر الذي عقد في أربيل، ليس فقط هنا في بغداد بل في العديد من المحافظات العراقية. كل الأطراف السياسية الرسمية الشعبية كلها عبرت عن إدانتها وهذا المؤتمر. رئاسة الجمهورية العراقية قالت في بيان إن هذا المؤتمر لا يمثل رأي العراقيين لكنه يعبر فقط عن رأي من شارك به. أما الحكومة العراقية فقالت إن مفهوم التطبيع مفهوم مرفوض تماما وغير قابل للنقاش، لأن الدستور العراقي والقانون العراقي يحرم مثل هذا الشيء. العديد من الأطراف السياسية التي أدلت بدلوها في هذا الموضوع اليوم عبرت عن غضبها واستيائها لما حدث. بعض هذه الأطراف السياسية ذهبت أبعد من ذلك عندما طالبت القضاء العراقي بملاحقة ومعاقبة كل من شارك بهذا المؤتمر ومن روج له ومن سهل له. بعض هذه الأطراف أيضا عبر عن استغرابه واستيائه كيف تسنى لهؤلاء أن يعقدوا مثل هذا المؤتمر وكيف سمحت السلطات هناك بإقامة مثل هذا المؤتمر. شعبيا أيضا كان هناك رفض واسع جدا. أقول إذا كان العراقيون يختلفون في كثير من التفاصيل حول العديد من المواضيع